كل مرة بنزل فيها ريلز للكشري بتبعتولي وتقولولي فين الطريقة. فانا قررت النهاردة ان انا انزل لكم الطريقة. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مرة تشوفوني انا غاية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا نشوف عملنا الكشري الجميل ده ازاي. اول حاجة عند الحمص هغسله كويس وبعد كده هنقعه. انا كنت نقعاه من بالليل، فلو انتوا هتعملوه مثلا في نفس اليوم اقصى حاجة من قبلها بساعتين 3 عشان ما يقعدش على النار وقت كتير. بعد كده بقى هحطه على النار. بعد كده اما يغلي هيعمل رغاوي كده، اتخلصوا من الرغاوي دي. هشيلها كده بالمعلقة. هحط له بقى شوية طماطم، دي طماطم ضربها في الخلاط حوالي 3 معالق كده، وهقلبه تقلبتين. وبعد كده هحط شوية خل، وهحط فص ثوم، وهحط معلقة صلصة كبيرة، وهحط شوية كمون وشوية شطة ونطرة فلفل اسود صغيرة كده، وهحط الملح بتاعي. وبقى ههدي عليه النار وهسيبه لحد ما يستوي خالص. انا مش هزوده مية، هي المية دي هي اللي هيستوي فيها. بعد كده اعمل الرز بقى، حلة على النار فيها شوية زيت. هحط الشعرية، وانا بعمل الشعرية قد الرز، يعني قد ما بعمل كمية الرز بعمل عليه شعرية. هحطها تتحمر كده. بعد ما تتحمر وتاخد اللون ده، بعد كده عندي الرز مغسول، رز مصري. هحط الرز واقلبه تقلبتين كده عشان يبقى الرز مفلفل. بعد كده هحط الملح، وهحط بقى المية بتاعته واظبط ميته. واول ما يغلي هقوم مهديه عليه النار. اول ما يغلي وميته تبدأ تنشف كده، ههدي عليه النار واسيبه يتردد بقى براحته. بعد كده عندي العدس، هحط شوية زيت صغيرين. بعد كده هحط العدس غسلاه كويس، واحط شوية فلفل اسود وشوية كمون، وهحط ملح واقلبه تقليبتين كده. وبعد كده هحط له ميه، واما يغلي بهدي عليه النار وبسيبه يستوي. انا ما بحبش العدس يبقى مستوي على الاخر. بعد كده المكرونه بقى، ميه سخنه وفيها شويه ملح وشويه زيت، طبعا كلنا عارفين سلق المكرونه. وبحط بقى مكرونه سباكيتي، مكرونه اقلام، اي حاجه تفضلوها براحتكم. انا حاطه 3 انواع. عندي بقى البصل، هحط عليه شويه ملح، ده البصل اللي انا هحمره، وشويه دقيق. وانا بحب اقطعه كده صغير، لو انتوا حابين تقطعوه جوليان براحتكم خالص، دواير براحتكم، اللي تحبوه اعملوه. بعد كده عندي زيت سخن على النار، هنزل البصل في الزيت والنار عالية. هسيبه بقى لحد ما يتحمر براحته وياخد اللون الذهبي الحلو ده. بالشكل ده كده هو خلاص معايا لونه كده حلو قوي. خلاص بقى هطلعه. بعد كده الزيت اللي انا حمرت فيه البصل هاخد منه شوية احطهم على العدس، وشوية تانيين هحطهم على المكرونة، بيدوا طعم حلو قوي للمكرونة وللعدس. شايفين البصل ما شاء الله حلو قوي. بعد كده في نفس الزيت اللي انا عملت فيه البصل هحط فيه معلقة توم كبيرة، توم مفروم، هعمل الصلصة. وهحط شوية خل، وهحط طماطم ضربها في الخلاط، وهحط معلقتين صلصة كبار، وهحط بقى كمون وفلفل اسود وبابريكا، وهحط شوية ملح، واقلبها كده تقلبتين واسيبها بقى لما تتسبك معايا بالشكل ده كده. هي كده خلاص معايا. وانا باخد بقى شوية منها، يعني بشيل منها طبق
من غير الشطة، وبعد كده الباقي ده هحط فيه شطة كده، وهسيبه بقى يغلي مع الشطة دي حوالي 3-4 دقايق كده. وهي دي الشطة اللي انا بعملها. بعد كده بقى هعمل الدقة اللي هي الدقة اللي بالخل. شوية توم، هحط شوية كمون، وهحط شطة، وهحط شوية ملح، وهحط شوية خل، وهحط مية، وطبعا المية على حسب الخل تركيزه ازاي، وهقلبه وهتطلع معايا احلى دقة. في ناس بتحب تعملها على النار، بس انا بفضل الطريقة دي، وطبعا براحتكم والطريقة اللي انتوا تحبوها. كده عندي كل حاجة خلاص بقت جاهزة. ما علينا من الحلال كتير بس انا بحب الطريقة دي اكتر طريقة بحبها للكشري. بعد كده بقى هغرف في الطبق بتاعي. حطيت الرز وفوق المكرونة والعدس والحمص، كل حاجة بتبقى مستوية مع بعضها، يعني عشان كل حاجة بتتعمل في وقت واحد. يعني بتعملي الحاجة وبعد كده بتحطيها تستوى براحتها، فكل حاجة بتخلص مع بعضها. كده طلع معايا الطبق الجميل ده، حلو جدا، طعمه حلو قوي. بصراحة دي افضل طريقة انا بحبها للكشري من بين كل الطرق الكتير. نعم الحلال كتير وكل حاجة، بس دي افضل طريقة انا بحبها. ليه؟ هتاكلوا طبق كشري بجد تحفة، طعمه حلو جدا جدا. يعني انا عندي في البيت بصراحة بيحلفوا بالطبق الكشري ده. شايفين؟ حلو قوي، طعمه حلو جدا جدا. وده الحمص. وبألف هنا، يا رب الوصفة تكون عجبتكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. اشوفكم على خير.